ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات التاريخ المريب. طبعا كلنا عارفين ان الفيروس هو عامل مرض صغير ما بيقدرش يتكاثر غير جوه خلية كائن حي تاني، ومحدش بيقدر يشوف الفيروسات بالعين المجردة، وما قدرناش نعثر على البقايا بتاعتها في الصخور. وبحسب بعض المعاليل فهم حتى مش على قيد الحياة، وانهم مجرد اجزاء من البروتين، واللي بتثبت لنا ان حتى اصغر الاشياء ممكن يكون لها تأثير كبير. وفي الواقع هو مفيش اي سجل احفوري للفيروسات بالمعنى التقليدي، لكن في حفريات من الفيروسات من نوع معين بتكون محفوظة في الحمض النووي للكائنات اللي بيتم اصابتهم بيها. لكن الاثر الاحفوري الجزئي ده ممكن يساعدنا في فهم مصدر الفيروس وازاي قدر ان هو يتطور مع البشر اللي جم بعد كده، وممكن يساعدنا برضه في معالجة السؤال الأكبر على الإطلاق، وهو هل الفيروسات دي أساسا بتعتبر حية ولا لأ؟ وفي الفيديو بتاعنا النهاردة هنجاوب على كل الأسئلة دي بالتفصيل، بس يا ريت لو سمحتم قبل ما نبدأ تدوسوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وفي البداية مفتاح نجاح الفيروسات بيتمثل في بساطتها، فبشكل عام هي بتتكون من عدد قليل من المعلومات الجينية سواء الدي ان ايه او الار ان ايه اللي بتكون مقفولة في كبسولة من البروتين، والعديد منها بيكون صغير الحجم، يعني في حدود عشرات النانومترات، في حين ان البعض الاخر بيكون كبير بشكل مدهش. بس كلهم بيعتمدوا على اصابة الكائنات للتكاثر والبقاء على قيد الحياة. وبيعتقد ان الفيروسات كانت موجودة منذ وجود الحياة نفسها، وده بيرجع جزئيا لقدرتها على إصابة جميع أشكال الحياة سواء البكتيريا والعطائق والألوكاروتس أو حقيقيات النوى. وكون إن هي بسيطة جدا فالعلماء بيعتقدوا إن هي اتطورت بجانب الخلايا الأولى أو حتى قبلها كمان. وبناء على علم الفيروسات القديمة، وده بيعتبر مجال حديث العهد في علم الحفريات، لأنه اتبنى على مجال ناشئ تاني وهو علم الجينوميكس، واللي العلماء كانوا محتاجين يدرسوه علشان يتوصلوا لطريقة عمل الفيروسات الفعلية. واكتشفوا ان الفيروسات بتصيب الخلية من اجل الوصول للآلية اللي بتستخدمها لتكرار الحمض النووي الخاص بيها، وبعدين بتقوم بخطف الآلية من اجل التكاثر، وبالتالي الخلية بيتم اجبارها على تصنيع فيروسات جديدة، واللي بتغادر بعد كده وبتبحث عن كائنات تانية لإصابتهم برضه. لكن باستثناء ان الفيروس والخلية ما بينفصلوش بشكل دائم، ففي بعض الاحيان جينوم الفيروس بيقوم بالاندماج مع الحمض النووي. ولو ده حصل بقى في الخلية اللي بتشكل الحيوانات المنوية او البويضات، فممكن في الواقع يتم توريث الفيروس ونقله للجنين مع باقي الجينوم، وبالطريقة دي جينوم الفيروس هيبقى نوع من الحفريات الجزئية. وكمان ممكن للأجزاء القديمة من المعلومات إن هي تقوم بإلقاء الضوء برضه على عمر الفيروسات، وده لأن الفيروس بصفة عامة بيتغير عادة بسرعة كبيرة جدا، لدرجة إن بعد مرور عدد من السنين ممكن ما يتبقاش الكثير من الجينوم الأصلي. لكن لو الدي ان ايه اندمج مع الخلية فممكن ما يتحورش إلا بسرعة الخلية دي نفسها. وبما إن الخلايا بتتكاثر بشكل أبطأ من الفيروس، فإن معدل الطفرات عندهم بيكون أبطأ برضه، وده معناه ان الجين الفيروسي هيتم الحفاظ عليه، بس مش بشكل مثالي طبعا لفترة اطول بكتير من الفيروس اللي بيطفو هناك من تلقاء نفسه. والخبراء حاليا بيقدروا يستخدموا ده لمساعدتهم في تحديد عمر الفيروس بالظبط، وده عن طريق ترتيب تسلسلات بتكون قابلة للمقارنة من كائنات مختلفة. واذا تم العثور على تسلسل الحمض النووي الفيروسي في حيوانين مختلفين، فمن المحتمل ان هم حصلوا عليه من سلف مشترك، وده معناه ان عمر الفيروس لازم يكون على الاقل بنفس عمر السلف ده. وبالتالي على سبيل المثال فيروسات زي السيركو فيروس، واللي هي مجموعة من الفيروسات المعروفة بانها بتسبب مشاكل في المعدة عند الكلاب، واللي العلماء كانوا معتقدين ان هي موجودة من اقل من 500 سنة، ولكن تم العثور على اثار الفيروس ده في جينومات الكلاب والقطط وحتى الباندا كمان. وده معناه ان تاريخ الفيروسات بيعود الى ما قبل مشاركة الثدييات دي بسلف مشترك، واللي ممكن يكون قبل 68 مليون سنة، يعني في اواخر عصر الطباشيري تقريبا. وفي دراسة من الدراسات اللي تم اجراها سنة 2011 في تاريخ البراكو فيروس، وده الفيروس اللي بيصيب الدبابير على وجه التحديد،
والأدلة بتشير إن المجموعة اللي بتنتمي ليها الفيروسات دي ممكن تكون قديمة بنفس عمر الحشرات نفسها، وإن تاريخها بيعود للعصر الكربوني، يعني قبل 310 مليون سنة تقريبا. لكن برضه في أبحاث تم نشرها سنة 2009 لجين موجود في الثدييات واللي بيسمى بالCGIN1، واللي بيرجع للأيام الأولى لتطور الثدييات قبل ما بين 125 و 180 مليون سنة. وبيعتقد إن الجين ده جه في الأصل من فيروس، لأن أجزاء منه بتشبه نوع من فيروسات ال RNA واللي بتسمى بالريترو فيروس. وللعلم كمان بيقال إن الفيروس ده أصاب الحيوان المنوي والبويضة في الثدييات من ملايين السنين، وده معناه إن البشر حاليا فيهم جين مشتق منه. لكن العلماء ما بيعتقدوش إن هو ليه وظيفة كبيرة، لكنه مجرد مثال لقدرة الفيروسات على ترك بصمتها على الحمض النووي الخاص بينا. وفي الواقع التقديرات بتشير إلى إن 8% من الجينوم البشري بيتضمن تسلسلات جت في الأصل من الفيروسات، وبالتالي علم الفيروسات القديمة ساعدنا على تسجيل تطور الفيروسات بمئات الملايين من السنين. بس ده مش بيقربنا بشكل كافي من الوقت اللي بيعتقد فيه إن الفيروسات نشأت لأول مرة، لكن دلوقتي في عدد قليل من النماذج المختلفة للمصدر اللي جات منه الفيروسات، واللي لا تزال موضع نقاش كبير من قبل العلماء. وفي كمان نموذج من النماذج واللي معروف باسم نموذج الفيروس الأول، واللي بينص على إن بما إن الفيروس أبسط بكتير من شكل الحياة الخلوية فلابد إن هو اتطور الأول، وده معناه إن الفيروسات بتعتبر أقدم من أقدم الكائنات وحيدة الخلية، وهتكون عبارة عن بقايا من زمن كانت فيه الحياة كلها مكونة من وحدات بسيطة ذاتية التكاثر، وممكن برضه تكون مصنوعة من ال RNA واللي كان بيتغذى على أشكال الحياة الأكثر تعقيدا أثناء تطورها. بس في برضه فرضية معروفة باسم فرضية الهروب أو الاسكيب هايبوثيسيس، والنموذج ده بيشير إلى إن الفيروسات دي تطورت بعد الخلايا من جوه الجينات بتاعتها، فالجينوم بتاعنا بيحتوي على قطع بتقدر إن هي تنسخ وتلزق نفسها من جزء من حمضنا النووي للجزء التاني. وعلشان كده بيعتقد بعض الخبراء إن لو إحدى القطع دي بقت قادرة على تكوين طبقة من البروتين فهتقدر تهرب بسهولة من الخلية وتتحول للفيروس. أما النموذج الثالث فبيعتمد على اكتشاف ما يسمى بالفيروسات العملاقة، والأول اللي تم اكتشافه سنة 2003 كان بيسمى بالميمي فيروس، وهو اختصار لمحاكاة الميكروبات والأشلاء الضخمة دي بمعايير الفيروسات، واللي بيبلغ عرضها حوالي 750 نانومتر. وحاليا الميمي فيروس بتمتلك جينات أكتر بكتير قوي من الفيروسات العادية، بما في ذلك بعض الجينات اللي ممكن استخدامها لصنع البروتين، وده اللي من المفترض ان الفيروسات ما تكونش قادرة على القيام بيه. لكن الميمي فيروس لا تزال برضه بتعتمد على المضيف او الهوست بتاعها من اجل التكاثر. فطبعا بقى الجينات دي كلها بتعمل ايه هناك؟ وفي الحقيقة العلماء بيعتقدوا ان الجينات دي هي بقايا من وقت كانت فيه بعض مجموعات الفيروسات اكبر واكثر تعقيدا واشبه بالحياة الخلوية. وبناء على كده فالنموذج ده بيشير الى ان الفيروسات دي كانت بتعيش حرة في يوم من الايام، وبعدين تطورت علاقة تكافلية مع كائن حي تاني، وبمرور الوقت العلاقة دي بقت طفلية، وطبعا كلما زاد اعتمادهم على المضيف او الهوست للتكاثر زاد التعقيد اللي فقده الفيروس. لكن الابحاث الحديثة بدأت تشكك في الفكرة دي، واللي معروفة باسم النموذج التراجعي، او على الاقل في الجزء اللي بيتعلق بالميمي فيروس. ودلوقتي النماذج المختلفة بتحط محاور عديدة للسؤال الأكبر، وهو هل الفيروسات دي حية ولا لأ؟ لكن الإجابة هنا بتعتمد جدا على مين اللي احنا هنسأله أصلا. ففي علماء كتير بيكتفوا بوضع الفيروسات في منطقة رمادية من الكائنات شبه الحية، لكن البعض الآخر مصر على معرفة إذا كان ليهم مكان في شجرة الحياة ولا لأ. وطبعا من اللي متفق عليه عموما إن الحياة بتقدر تتكاثر وتنتج الطاقة لنفسها وتحافظ على بيئة مستقرة جوه الخلايا بتاعتها، وده معناه إن الفيروس فعلا يقدر يتكاثر بس مش من تلقاء نفسه. واحنا كنا اتكلمنا من شوية عن كيفية تطور الفيروسات، لكنهم ما عندهمش وسيلة لإنتاج الطاقة وما يقدروش يتحكموا في بيئتهم الداخلية. واتقال كمان إنه على الرغم من إن الفيروسات ما بتشكلش فرع خاص بيها من شجرة الحياة، إلا إن ممكن يتبصلها على إن هي الكروم اللي بتلتف حواليها. لكن في النهاية الفيروس برضه بيعتبر موجود في الحمض النووي بتاعنا،
ومحدش يقدر ينكر انه ليه مكان في الصورة الاكبر اللي بتبدو عليها الحياة على الارض، سواء للخير او للشر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة، واتمنى ان هي تكون عجبتكم، واستنوني المرة الجاية في حلقة جديدة من سلسلة حلقات التاريخ المريب، واشوفكم على خير ان شاء الله.